حلوني ابائي، حللني يا ابونا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. نعمه وتشجيع من الاباء واتضاع من ابونا يعقوب ومن الاباء، دعوه ضعفي وتشجيع اني اكون معاكم. بصراحه الواحد لا يستحق الجلوس هنا في الكنيسه بالعظمه وبالعراقه وبالاباء وبالنعمه وبالبركه دي، لكن فرصة وانا بحضر قلت احضر لنفسي، اوعظ نفسي فرصة وانا جوه مع العذراء كده، وايه على مسمع منكم. يعني بأمانة انا هتكلم اوعظ نفسي على مسمع منكم، وعايز اتأمل معاكم في موضوع هو العذراء الخادمة. العذراء الخادمة بصراحة اول مرة، بأمانة اول مرة ابص للخمس مرات اللي ذكر فيها افعال خاصة بالعذراء في الاناجيل، الاقيها في الخمس مرات كانت بتخدم. العذراء اتذكرت في الاربع اناجيل كلهم هم 5 مرات بس. العذراء بعظمتها دي هي اتذكرت 5 مرات بس، وال5 مرات يستحق ان احنا نتأمل فيهم لانهم كانوا مجالات للخدمة ليها. وانا نفسي اتعلم منها وانا بتكلم معاكم النهارده ازاي هي كانت عايشه بشعار خادمه طول الوقت. ومش عايز يعني استخدم لفظ خدامه طول الوقت، لكن هو ابنها ربنا يسوع المسيح قال كده، قال من اراد ان يكون اولا فليكون اخر الكل وايه وخادما للكل. في واحد عايش بشعار خادما للكل، وفي واحد عايش بشعار مخدوما من الكل. مخدوما من الكل يعني نفسه الناس تريحه باستمرار، يتذمر قوي لما يلاقي الامور مش ماشية على كيفه. من الغريب ومن القريب، ومن القريب قبل الغريب. يقول المفروض اقرب الناس يحسوا بيا، اقرب الناس يطبطبوا عليا. هو انا ما صعبتش عليهم؟ هو انا هعيش لهم خدام؟ هو مش الواحد لازم بقى حد هو اللي يخدمه في يوم من الايام بعد تعبه السنين دي كلها؟ تصدقوا مين اللي يقول الكلام ده؟ يقولوا الكبير اللي طلع معاش يقول انا خدمت عيالي طول الوقت، بقى جه الوقت اللي هم يخدموني. والزوج اللي لسه ما طلعش كبر ولا حاجه يقول بقى انا عملت ما اتعمل، المفروض زوجتي تحس بيا. والزوجة تقول طول النهار بخدمه هو وعياله مفيش مرة يفكر فيا. طب وقفت على كده؟ خالص. والشباب هو احنا امتى بقى هيحسوا بينا؟ هما مش عارفين ان الدنيا غليت، مش مأمنين لنا وجايبين لنا، ويدخلوا في مقارنات توجعهم من اهاليهم. وقفت على كده؟ ابدا. انزل على مستوى العيال. لسه انا وانا جاي بنت صغيره كده 5 ابتدائي مثلا بتكلم امها تقول لها مش هتجيبي لي الايفون بقى؟ وهي ماسكه برضه التليفون يعني. فانا قصدت قلت لها تعالى حبيبي تعالى، انا ماليش دعوه بالموضوع، بس قلت لها تعالى حبيبتي، هو التليفون اللي معاكي بايظ؟ هي اصلا كتر خير الدنيا ان معاها تليفون يعني، بس التليفون اللي معاكي بايظ؟ قالت لي لا. قلت لها محتاجه امكانيات الايفون في حاجه يعني؟ قالت لي لا. قلت لها امال جايباه ليه؟ قالت لي عشان اصحابي كلهم جايبين. فبرضه هي حاسه بمنتهى الظلم، يعني ازاي ماما مقصره معاها لهذا الحد يعني. فعلى مستوى الكل صدقوني الناس ينزلوا من الصبح وهم عندهم ميل، يا عيني كلنا يعني. انا بقول لكم انا جاي اوعظ نفسي اصلا، اوعى حد يفتكر جاي اتهمكم مثلا. ما ابونا ممكن ساعات برضه، ما ابونا طول الوقت شغال اعترافات وخدمات، وبعدين يدخل واحد يقول له ابونا الاداديس طويله اللي وراه، ابونا الاعترافات زحمه، ابونا بنكلم مفيش حد بيرد علينا، ابونا محدش جالنا البيت واحنا هنا بقالنا 5 سنين محدش افتقدنا، ابونا بيجي في الاخر يعني مفيش حد قال اي حاجه كويسه على مدار اليوم. لكن عايز اقول ايه، في البعض يستسلم لهذه المشاعر، مشاعر انا عايز اكون مخدوم علشان ارتاح. وللأسف الناس عايشة بهذا
بهذه العقلية او بهذا الدماغ محدش بيرتاح، لانك عمرك ما هتلاقي حد حاسس بيك زي ما انت متخيل، ولا حد مبديك قوي للدرجة دي، ولا حد انت صعبان عليه جدا، ولا حد بيفكر فيك طول الوقت. مش يعني، واذا فكر مرة لان نتيجة ان هو كان رايق حبتين ولا الدنيا معاك كويسة، بس مش على طول يعني. وفي البعض القليل عايش بشعار خادما للكل، دماغه متبرمجة كده، انا عايز اريح الناس، انا عايز اعيش خادما للكل. المفاجأة ان هذا الانسان هو اسعد انسان فينا. ما هو المسيح قال كده، قال يا بخت اللي يدي اكتر من اللي بياخد، صح؟ كنت بزور حد قريب في افتقاد، ست كبيرة تقية، قوله مثلا 80 سنة، فبتقول لي يا ابونا، قلت لها ايه؟ قالت لي انا اسعد انسانة في الدنيا. قلت لها بس مش يحسدوكي، ايه اللي بتقوليه الكلام ده؟ انا بجربها يعني. تقول لا يا ابونا، انا بكلم ربنا فيك. ما هو في ناس يكسفوني كده، انا بكلم ربنا فيك، انا بقول له كتر الف خيرك. هي ارملة، كتر الف خيرك يا رب، انا مش عايزة حاجة انا ما فيش حاجة كنت ممكن اتمناها اكتر من كده. الست دي ست فضيلة تقية كده، كنت اعرفها من قبل ما ترسم ابونا، وكنت عارف ان زوجها كان انسان متعب جدا جدا جدا، اللي هم ساعات يطلقوا عليه الشخصية النرجسية. تسمعوا المسمى النرجسي ده؟ كلمة معتادة يعني، بس بيطلقوها عمال على بطال، بس انا عارف ان هو كان كده فعلا. فقلت لها عايز اسألك سؤال، هي عندها 3 عيال، ال3 طلعتهم اساتذة في الجامعة، 3 اساتذة في جامعاتهم. قلت لها عايز اسألك سؤال، انت ربيتي العيال دول ازاي؟ انا عايز اقول لها في ظل بيت يعني ايه مش مريح قوي. فقالت لي بص يا ابونا، انا كنت دلوعة في بيت ابويا وامي وانا صغيرة، كنت انا البنت الوحيدة على 3 ولاد باين، وايه وشايلني على كفوف الراحة، واللي اطلبه بيجي، والاكل ايه والدنيا ايه. وبعدين لما تزوجت زوجي ده هو اكبر منها بكتير قوي، فقلت في الاول هكمل بقى الدلع يعني، هنكمل مخدوما، شعار مخدوما من الكل. فقعدت كده 1 2 3، جبت اول عيل، تاني عيل. زوجي كان من النوع اللي هو انا ممكن ابقى عيانة مثلا، لا ما تلاش دلع كده، ما تقومي وتعملي حاجة، عارفين ان كده تبقى مثلا داخله على ولادة يقول لها معلش عندي شغل بس هخلص الزبون اللي جاي، وتكون هي ولدت تعبانه ما بعد الولاده وجالها نزيف، هو بيتفرج على التلفزيون وبيقرا الجورنال، يعني النوعيه دي. فقلت لها وبعدين؟ قالت لي شعار مخدوما من الكل، بما معناه ما قالتليش المفردات دي يعني، شعار مخدوما من الكل ده جاب لي اكتئاب في مدان 3 4 سنين، كانت دموعي ما بتوقفش كل يوم بالليل. قلت لها وبعدين؟ قالت لي تعالى. راحت واخداني اوضتها، لقيت صورة العذراء وجنبيها صورة السيد المسيح. قالت لي قررت ان ابقى زي الست دي، خادمة للكل. انا شغلتي هنا في البيت خدامة، هو كمان كان عايش وحماتها معاها فكملت يعني. فانا قررت ان ابقى خادمة للكل. ولو بتسألني مين اللي ربى عيالي، اقول لك المسيح والعذراء. انا ابونا كان يبقى العيال سخنين وانا ولا اعرف اعمل ايه، ولو قلت له العيال سخنين لا تصرفي بقى ولا وجع دماغ، بجد كان يعمل كده بجد يعني. تقول لي كنت اخد كوبايه الميه والاسبرينه واجي قدام الصوره ولا يا ستي عذراء، واعمل مطنيات، كنت بقى لسه بصحتي، واقول مزامير، واخد كوبايه الميه والاسبرينه وارشم عليها الصليب، واقوم مديها للعيل يوم يصبح ساعه يصبح كويس. عنده امتحان ثانويه عامه، اقوم مولعه الشمعه وهو بيمتحن هناك وانا عمال اصلي هنا. هي برضو تعليمها مش قوي، هم قاعدين سهرانين في المذاكره، تقول لي ابقى قاعده جنبيهم بس صاحيه كده، بس يعني ايه انا معاكوا يعني، وعمال اقول مزامير في حسي ربنا يفتح ذهنهم. انا
تقول لي كل اللي بقوله لك ده هل في اي حاجه انا عملتها؟ ما عملتش حاجه. اللي فتح ذهنهم واللي شفاهم واللي مسك ايديهم وهم بيمتحنوا واللي ضلل عليهم وكبرهم مسيح والعذراء. ما بنكرش دور زوجي يا ابونا، جوزي كان راجل كويس، هو بس عنده عيب عشان كان متربي على كده في بيته، لكن ده كان راجل كويس قوي. وانا عارف ان اخر ايامه اتأثر بزوجته دي جدا، وهو انسان تقي جدا في اخر فترة في حياته، لدرجة اني كنت بزوره في العناية المركزة. مرة بزوره لقيته عمال يرشم الصليب قبل ما يتنيح بكام يوم، عمال يصلي مزامير. كنتش احس ان هو اتعلم حاجة زي كده يعني، اكيد من الست دي، اكيد من الست دي. لكن منساش كلمتها، هي تقول لي ايه؟ تقول لي انا يوم ما قررت اني مش هطلب لكن هدي، انا بقيت مبسوطة. طب ولما تشحن قوي واتضغط قوي واحس الامور اعلى من حجم احتمالي قوي، ادخل قدام الصورتين اللي وريتهم لك دول يا بونا، واديها مطنيات وصلها واغرق دموع، وبعد كده اطلع من الاوضة امسح دموعي واضحك في وش ولادي واروح اعمل لهم العشاء وطبطب عليه واديله الحاجة اللي نفسه فيها. لكن انا اللي ما بيني وما بين ربنا ده في اوضتي بس، ما يطلعش بره. افتكرت الجملة اللي واحد من الاباء قالها، قال الظلم وقود الصلاة. الظلم هو راجل مش ظالم، مش عايز ادينه يعني، لكن كان راجل طباعه صعبة. لكن الواحد لما يحس ان الدنيا جاية عليه، ده احلى وقود يخليك تعرف تصلي نار. طول ما الواحد عايش على سطح الدنيا كده وفي رفاهية، الصلاة بتطلع فترة، لكن لما يحس بالضغطة تقوم الصلاة تطلع قوية. الست دي ادتني درس، كل ما اقعد افتكر انا بامانه لما كنت بسالها ربيت عيالك ازاي، انا كنت مش بسال، انا بسال عشان عايز اعرف فعلا اربي انا عيالي زيها ازاي. انا طلعت عيال حلوه قوي. قالت لي نعمه ربنا. قلت لها عشان يعني يا ابونا هتقولي نعمه ربنا، ما قولي لي ربيتيهم ازاي. قالت لي صدقني، راحت واخداني في اوضتها وورتني مكان الشمع اللي كانت مولعه على الخشبه بتاعه الكومودينو كده، الشمع محتاج لسه يتكحت، الشمع مكون كل ما يدخلوا امتحان ولا يعملوا حاجة تولع شمعة وتقعد تصلي قدام المسيح والعذراء. في ناس دماغها متبرمجة، انا عايز الناس تسأل فيا وتحس بيا وتراعيني وتكبرني وتضلل وتحسس عليا كده. وفي واحد عايش بشعار انا همشي احسس على الناس وراعيهم واشوفهم محتاجين ايه. مين الاسعد؟ رقم 2، طوبى للرحماء. طوبى يعني يا بخت، يا بخت. طوبى يعني واحد هيعيش سعيد، اللي يعيش كده هيبقى سعيد. مغبوط هو العطاء، يعني اللي يعمل كده يبقى فرحان، مغبوط، مبسوط اكتر. يقولوها باللغة الانجليزية it's better to give than to receive. انت تبقى فرحان اكتر لما تعطي اكتر لما تاخد. تحت الشعار ده كنت بتأمل في الست العذراء، لان برضو الواحد مهما حاول يخدم مش عارف يوصل خالص للقامات العالية وقامات الاباء بحق وبحقيقي دول. بصوا العذراء كده، اول ما ذكرت فين؟ قال لك ذكرت في الهيكل. ذكرت في الهيكل بتعمل ايه؟ احنا دايما في بالنا في الهيكل يعني زي صموئيل النبي كده قاعدة بتصلي والدنيا شموع ونور كده وحاجة جميلة كده. لا، الحقيقة ما كانش ده الحال في القرن الاول الميلادي. القرن الاول الميلادي العذراء في الهيكل، يعني مين اللي ماسكين الهيكل؟ الكتبة والفريسيين المرائين، اللي هو اصعب فئة جت في المجتمع في الزمن ده بشهادة المسيح له كل المجد. قال لهم انتوا مفيش في قلبكم رحمة، انتوا قساة القلوب. تخيلوا بقى الست العذراء 4 سنين لحد 12 سنة، سن الظهور ده، زهرة اتربت بقى. المفروض اللي ياخد باله منها مين؟ الكتبة والفريسيين دول بقى. المفروض لما يلاقوها جعت يجيبوا لها اكل. مالك يا بنت اجيب لك؟ ولا حد كان بيقول كده طبعا. الدنيا باردة بنت اجيب لك غطا؟ ولا الكلام ده ما تلاقيش. شداد قصاه. طب والست العذراء طلعت كده ازاي؟ ما هي ما لحقتش تفكر تطلع كده ازاي، هي ماشية بمود انا اصلا بشتغل اخدم الناس دول، انا جاي اخدم، اشوف ابونا ده عايز ايه وابونا ده عايز ايه وانضف فين.
تخيلوا كده بنت مثلا عندها 7 8 10 سنين في الهيكل، شغلتها ايه؟ طبعا ما تخشش القدس ولا قدس الاقداس اكيد، يبقى قاعده فين؟ قاعده في الدار الخارجيه. طب الدار الخارجيه دي اللي عباره عن ايه؟ اللي هي الذبايح، بيقدموا ذبايح وبعدين الامعاء والدم وكده يقع على الارض، تيجي الست العيال البنات الصغيرين يجوا بحته فوط وبتاع ويلموا بقى الدم اللي وقع ويشيلوا قاذورات الحيوانات والحاجات دي ويشيلوها يروحوا يرموها في حته بعيده. كان في وادي كده جنب الهيكل اسمه وادي جهنوم، وادي جهنوم، كانوا ياخدوا بقايا الحيوانات ويرموها هناك، حفرة كبيرة، وبما ان هي بواقي حيوانات فدايما الحتة الحفرة دي مدودة فيها دود، ويجوا في اخر النهار ولا كل كام يوم يولعوا نار عشان يتخلصوا من البقايا دي، فيبقى النار لا يطفأ والدود لا يموت، واسمها جهنوم. عشان كده السيد المسيح لما جه يقول لهم اقول لكم جهنم عامله زي ايه؟ عامله زي وادي جهنوم، وسماها جهنم. الجحيم عامل زي وادي جهنوم اللي عندكم ده، حيث النار لا تنطفئ والدود لا يموت. مين بقى اللي كان بيشيل بواقي الحيوانات ويروح على بعد 2 كيلو كل يوم يرمي الذبايح؟ ست العذراء، شغلتها تنظف هنا وتدادي هنا وتشيل هنا وتلم هنا، وروحي اعملي كذا، روحي هاتي كذا، وهي شغاله تعمل كده. فعاشت انجاز التعبير بعقليه انا بخدم ربنا، انا مش ناويه اعوز حاجه. عارفين لما واحد من وهو صغير اتبرمج على طريقه معينه، هي الست العذراء ربنا رتب لها انها تتبرمج بالطريقه دي، بس هي جواها حلو، هي خدته. وزي الست اللي كنت بحكي عليها من شويه كده، خدت الكلام ده وبقت تفرغه في الصلاه. اي ضغطه تفرغ في الصلاه، اي دوس على الاعصاب او تعب النفسيه متلحقش تحس بيه، تاخده وتفرغه على ربنا على طول. وفي الاغلب اغلب الاباء يتوقعوا ان الست العذراء كانت بتشوف ظهورات كتير، يعني تاخد من تعبها وضغطها ده ترميه قدام الملاك في الصلاة، الملاك يظهر هو اللي يطبطب بقى، هو اللي يطبطب عليها. لدرجة ان لما ظهر لها الملاك مرة وقال لها السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، راحت قايله له ايه؟ ما عسى ان تكون هذه التحية. فالاباء عارفين بيفسروها، يقول لك ايه؟ يقول لك هي متعوده ان يقول لها ازيك يا مريم تعبانه النهارده، وبعدين لقيته بيتكلم بطريقه رسمي قوي، السلام لك يا مريم يا ممتلئه نعم. فقلت له ما عسى ان تكون هذه، يعني مش دي اللي متعودين عليها؟ ليه هو انت متعوده على حاجه تانية؟ انا متعوده عادي بيجي يعني. واروح بعيد ليه؟ كنا مره بنخدم في الصعيد في حته قريه جوه قريه جوه قريه بقى، حاجه في اخر الدنيا. فقابلنا ست هناك، ف عايشه لوحدها، فبنقول لها انت عايشه مع مين؟ قالت لنا عايشه لوحدي و ماليش غير اخ واحد كان فرحه من فتره. اقول لكم على حاجه حصلت لي؟ قلت لها ايه؟ او مش انا، كان معايا كان خادم اللي راح كده. فقال لها ايه؟ قالت له انا اصل بحب اخويا ده قوي، وقررت ان انا بقى ايه افرح له في يوم فرحه، فلازم اجامله في جهازه. بس ست غلبانه موت يعني. فقلنا لها طب عملت ايه؟ قالت رحت جايبه سكر وشربات وقرشين حوشتهم عشان يوم فرح احط السكر نعمل فرح يعني، وسبتهم في البيت مع عباية جديدة هلبسها يوم الفرح. ونزلت اعمل حاجة، رجعت لقيت حرامي دخل قشط اللي في البيت كله، خد العباية والفلوس كانت مخبيها جوه حلة في المطبخ، خد الحلة بالفلوس بالسكر بالبتاع. هي بقى ابسط من البساطة. تخيل ايه اول فكر يجي في مالها؟ هوري وشي لاخوها ازاي؟ ده انا المفروض اللي هجهز له بالحاجات دي وهو عامل حسابه عليا. يوم دماغها البسيطة تتخضوش، بس راحت داخله المطبخ جايبه بنزين وكبريت وهتولع في روحها. الى الدرجات دي يعني؟ مش الخادم اللي معايا بيقول لي بصيت لها كده ايه وبعدين لقاها بتقول له بس قالوا لي بلاش تعملي كده بقى يا احسن، ده حرام، ده اسمه انتحار وده ربنا ما يحبوش، ده حتى لو كنت بتحب اخوك ما يصحش تعملي كده. فالخادم استوقفها يعني، قال لها مش انت عايشه لوحدك؟ قالت له اه.
قال لها امال مين اللي قال لك ده حرام ما تعمليش كده؟ مين كان معاكي في الشقه ساعتها؟ قالت له العذراء والبابا كرولوس. قال لها العذراء والبابا كرولوس قالوا لي ايوه دخلت عشان اعمل كده، راح قالوا لي اوعي تعملي كده، المسيح ما يحبش كده، دي اسمها انتحار ودي حاجه تخليكي تروحي الجحيم، اوعي تعملي كده. فانا لولا كده كنت انتحرت بصراحه، كنت عملت اللي هو. فلا كانوا واقفين فين بابا كرولوس والعذراء؟ قالت لي في المطبخ عند البوتاجاز، العذراء والبابا كرولوس. بعدين هي لقيته مستغرب كده، قالت له هما مش بيظهروا عندكم انتوا كمان؟ قال لها لا هو يعني مش ده المعتاد، بس انا مش عايز اعسرك، يعني انا المفروض انا الخادم، فان شاء الله بصلواتك هبقى اشوف اللي انت بتقوليه ده. فعايز اقول يعني اذا كانت الست الغلبانه دي بيحصل معاها كده، امال الست العذراء مريم ام النور ام الفضائل كان بيحصل معاها ايه في الهيكل؟ اذا كان صموئيل ظهر له ربنا وقال له صموئيل صموئيل، اكيد العذراء كانت بتشوف طبعا. بس عايز اقول حاجه، هي كانت بتشوفه مطوبه والجمال ده كله لانها اكتر واحده اتألمت وخدمت من سكات. ختمت من سكات، صح؟ هم 5 مرات اللي جت في الانجيل، ال5 مرات خدمة وال5 مرات صلوات. مفيش غير مرة لما قالت للسيد المسيح انت كنت فين ابوك وانا بندور عليك، ولو ان دي نفسها تعتبر صلاة لانها بتكلم مين؟ الله برضو، بس بقية المرات كلها هي صلاة. فاول مجال للخدمة للست العذراء هو مجال الكنيسة والهيكل. اسأل نفسي انا وانتو، كتير من اللي قاعدين قدامي وانا معاكم احنا خدام في الكنيسة، بس خدام احبائي وانا اولكم بقت حاجة شرفية حبتين. خادم يعني يقول لك لما فلان لما راح يتقدم للعروسة قال لها انا خادم في كنيسة كذا، كويس طبعا، بس هو معناها خدام يعني المفروض انا شغال خدام في كنيسة كذا. طب هل انا فعلا بهذا المسمى اللي مقصود من وراه ان انا خدام بجد؟ يعني باجي اشوف الشغلانة اللي محدش شيء عارفها ولا هيتسقف لها، هي دي اللي بدور عليها. بنقدم بعضنا بعضا في الكرامة، بختفي عشان غيري يظهر، بحاول اريح مش استريح، ما بعترضش على خدمة صعبة، بعمل الحاجة بأمانة ولو فيها ضغط عليا، بقدمها بالصلاة لأن ده شغل ربنا مش شغلي، بتشحن كفاية بالتناول وبالتوبة عشان كلامي ينفع يفرق مع الناس. هو أنا خادم بس يظهر أنا مش خدام. أول ما نزلنا الخدمة خالص كان الواحد في باله كده، كنا نطلع مؤتمرات العيال الأطفال والمصايف، وكان الأمين بتاع خدمتنا أو يعني الخادم الكبير اللي في خدمتنا كان ياخدنا بالليل ونقعد ننظف ونرتب ونعمل عشان نحس ان احنا خدامين عند الولاد دول. ربنا ينيح نفسه راح السما. وبرضه اروح بعيد ليه، مرة ابونا داود في الكنيسة عندنا بيقول لي انت عارف انا مرة كنت بايت في مؤتمر في جبل الطير ولا في حاجة زي كده في اسيوط، صحيت بالليل لقيت الحمامات مولعة نور جوه، فروحت ابص في المكان هناك النور مقايد يعني يطفيه، حد ناسي النور يعني، يقوم يلاقي الانبا مخيل مطران اسيوط بينظف الحمامات بالليل بعد ما الناس خلصت المولد وخلصت الصلاة وخلصت الدنيا. الانبا مخيل المطران اللي صحته وسنه ومكانته ووقاره ما يسمحوش، يقول لي شفته بينظف الحمامات بالليل مطرح الناس. طبعا قال لي كده بعد ما كانت نيح يعني. الست العذراء كانت من النوع ده، هو ده كان شغلها. عرفت منين يبقى عندها وقود للصلاة، عرفت منين يبقى عندها دل عند ربنا. احنا بنقول لها كده، بنقول لي انت اعظم دل عند ربنا. ليه؟ عشان ملهاش غيره. احنا احبائي معتمدين على ان احنا نتحايل من بعض وناخد عزائنا من بعض وناخد طبطبتنا من بعض. ربنا يقول خلاص بيريحوكم، طيب كتر خيرهم انا مش متضايق، بس طالما بتاخدوا عزاء من الناس خلاص.
زي القديس ماري اسحاق السورياني. قديس ماري اسحاق السورياني كان متوحد في الجبل في العراق في سوريا، وبعد كده اختاروه يبقى اسقف. فلما جه بقى اسقف بقى يخش يصلي يلاقي صلاته فترة، مش حارة كده، مش حاسس بالكلام، وكان متضايق جدا. لغاية ما يقولك ربنا ظهر له قال له لما كنت لوحدك في القلاية ما كانش ليك غيري، فكنت انا اللي بعزيك، لكن دلوقتي اللي بيجيب لك الاكل والشرب والكلمتين الحلوين والشاي لغاية عندك، خلاص انا مش متضايق يعني، بس انا لما كنت ما وراكش غيري. وكل واحد عايز يسأل نفسه بقى، انا عايز اخد العزاء اكتر من مين؟ بنشتكي كتير ان احنا مش بنحس بمعية الله اليومية وحضور الله بتاع القديسين ده. ايوه بس الانبا مخيل كان بيحس بيه ان هو ملوش غيره، هو بيتعب والناس مش شايفينه، فبيلاقي الطبطبة واضحة قوي يقول له برافو عليك، لكن ربنا هيقولها لي ليه؟ ما هو كل الناس بتقولي لي برافو عليك، ومستني لسه اللي في البيت يقولوا لي برافو اكتر، ويا ريت اللي في الشارع يقولوا لي، ويلا ها مين ما شافش، مين ما قالش، في 2 فوق ما قالوش. فربنا يقول لي طب حلو، بس الحق اقول لكم ها انهم قد استوفوا اجرهم. الست العذراء كانت، اخطيت في التعبير يعني، كانت ناصحة، كانت عايشة بشعار خادمة للكل في الكنيسة عشان تاخد تعزيتها من ربنا بس. تاني ما كانت ذكرت فيه الست العذراء، انا مش هطول، انا عارف اول نقطة سرحت مني اول. تاني مجال للخدمة عند العذراء هو تاني ما كانت ذكرت فيه الست العذراء. راحت بيت مين؟ لا لسه شوية، راحت بيت مين؟ يوسف. طب راحت بيت يوسف تعمل ايه؟ تخدم برضه، ما هي راحت عشان تتجوزه، ما فيش مش جواز ده هي رايحة عشان تعرف تعيش مع رجل كبير في السن، كان عنده حاجة و70 سنة، كان لازم تتقال عليه مخطوبة، يعني في حمايته. طب ليه؟ عشان تشوف طلباته، ياكل يشرب مش عارف ايه، تسند عشان يعرف يخرج، مش عارف يمشي كويس، هو ده يعني اللي تعرف تعمله. طب هي مش جه الوقت بقى اخيرا تستريحي بقى؟ من بقالك 12 14 سنة في الهيكل، يتيمة الاب والام، عايشة من غير لقمة حلوة، عايشة ليل نهار بتخدمي وبتشيلي وبتحطي، هنقعد ندخل بيتنا بقى نرتاح بقى؟ لا بتاع ايه؟ عارفين اللي تقول انا اخيرا هتجوز بقى هرتاح مش فاهمة حاجة، اخر ضحك هتضحك لا صحيح، اللي داخل من منطلق ان اخيرا جه اليوم بقى اللي هلاقي اتدلع، يعني كتر خيرك. لكن هي اللي داخل على مفهوم انا هستمتع باني اخيرا، بصوا الكلمة اخيرا، هلاقي حد يتقبل اللي هديه بفرح. اقول لكم عاملة زي، ما تستغربوش من التعبير، يقول لك الانسان ده عامل زي التفاح او الثمرة، يفضل على الشجرة عمال ياخد اكله من الشجر، ياخد عصارته من الشجر. في الاول لونها اخضر، كبرت شوية اخضر فاتح، بقت اصفر شوية، بقت احمر، لغاية ما بقت احمر مزنهر كده، بنسميها نضجت. يقول لك كده خلاص بتقوم وقع لوحدها من غير ما حد يقطفها، هي بتقع لوحدها من الشجرة، بتنفصل عن الشجرة، تقول كفاية، انا كنت طول عمري عمال اكل، انا اللي اخد من الشجرة، دلوقتي جه الوقت ان حد معدي بقى هو اللي ياكلني، ويطلع مني بذرتين، اطلع شجرتين جداد، وانا اختفي تماما، كتر الف خير الدنيا. ده اللي بيسموه النضوج. هقول لكم اغلب المشاكل الزوجية بتيجي منين؟ زواج ما قبل النضوج. التفاحة لسه خضرة مرة، اخطيت، هو مش عيب فيها، هي شوية كانت لسه محتاجة شوية تنضج، فلسه عايزة العصارة من الشجرة، والفلوس من الشجرة، والطبطبة من الشجرة، والسؤال من الشجرة، فيجي العريس يقطفها من الشجرة لسه مرة، لسه ما استوتش. والعكس، لسه ما معرفش ازاي يشتغل، معرفش ازاي يقوم بيت، معرفش ازاي يراعي زوجة وعيال، معرفش ازاي يتحمل مسؤولية، اتقطف بدري يا عيني.
اتقطف بدري، هو مش وحش بس لسه ما استواش. طب امال التفاحة بتقول ايه لسان حالها؟ انا شبعت، انا كده تمام، عايزة حد بقى يتبسط مني، يفرح على حسي. الحقيقة الكلام ده نطبقه لينا، لكن اجي عند الست العذراء، يا ست عذراء انت شبعتي امتى عشان تقولي اخيرا جه الاوان بقى هخدم يوسف؟ طب ما انت اصلا ما عملتيش حاجة غير انك كنت بتخدمي. لكن الست العذراء دي اللي اتقال عليها طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعون، كانت بتشبع من ربنا. التانك عندها اتملى ميه للاخر، بس مش من كوبايات بشر، من نعمة ربنا. نعمة ربنا غرقتها خلاص. طب وبعد كده عايزة افيض بقى، مش نعمة بشر ومش طبطبة بشر، لأن كل الأنهار تفيض إلى البحر والبحر ليس بملآن. مين اللي قالها دي؟ سليمان الحكيم. قال لو بالنسبة للبشر أنهارهم كلها بتفيض عندي في الكوباية بتاعتي وما مشبعش برضه، لكن في طريقة تانية تخلي الإنسان يشبع، اسمها النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجوعانة كل مر حلو. الست العذراء كانت هي دي النفس الشبعانة اللي بالنسبة لها عايزة تدي من الشبع اللي عندها كفاية، هي خلاص شبعت، يا بختك. ونشعر كده لما بنقعد مع ابائنا القديسين كده، تحس انه عمال يتكلم كل غرض انه عايز يريحني. طب انا في النص قلت له ابونا وانت بتسالش ابونا ولا تاثر، قلت له في النص طب وبعدين مش عارف ايه، ولا خد في باله، هو عايز يدي. زي الام وعيالها كده، الام التقيه او الزوج المثالي، الاب المثالي، عياله مهما يعملوا عالي عالي. طب هو شبعان من ايه؟ لا هو مليان، هو مليان وكبر خلاص، بيدي بس، بيدي بس. حتى دلوقتي ما بنلحقش نشوفها في الاب والام قوي، بس بنشوفها بوضوح في مين؟ في التيتا والجدو، اللي هم مش منتظرين اي حاجة، هم عايزين يدوا بس. استغرب ان الست العذراء عايشة بدماغ زي بتاع التيتا وجدو، شبعانة وخلصت، كأنها شبعت من الدنيا يا اخويا، وهي ما خدتش حاجة اصلا من الدنيا، بس كأنها شبعت خلاص ودلوقتي بتدي بس. يبقى اتكلمنا رقم واحد، العذراء بتخدم في الكنيسة او في الهيكل. رقم اتنين، العذراء بتخدم في البيت. برضو نسأل نفسنا احبائي، لأي درجة انا بخدم في كنيستي وبخدم في بيتي؟ برضو انا حتى لو كان سني صغير، بابا وماما عايزين مني حاجات. بابا ده كبر وبقى معاش، وقبل كده كان عنده موظفين وناس تحت ايديه وبينزل كل يوم، دلوقتي متضايق وبيصحى على مهله وينام براحته وحاسس ان دي مش حاجة حلوة. اول فترة بعد المعاش كان مبسوط، بس بعد كده طب وبعدين مستني من ابنه وبنته يستوعبوه، مش يقولوا بابا بقى عصبي. البنت اللي لسه في فترة مراهقة ولسه وبتشوف حواليها بنات صحابها بيتجوزوا، طول الوقت عندها اسئلة، هو انا فين وامتى وهيحصل؟ بس مستنية بابا وماما يحسوا بيها، وبابا مستني هل انا في بيتي؟ دماغ العذراء، دماغي ان انا خادما للكل. بابا اليومين دول محتاج ايه، وماما محتاجة ايه، واخويا محتاج ايه، او ابني محتاج ايه، وحفيدي محتاج ايه. ده انا ساعات بكلم السيدات الفضليات الجدات والرجال الافاضل اللي هم الجدود، واقول لهم انتوا عليكم مسؤولية الاحفاد. الاب والام مش لاحقين من كتر ما هم بيدخلوا في سقية تحويش فلوس ودنيا واخداهم. مين بقى هيعلم العيال يصحوا الصبح يوم الحد يحضروا قداس، ولا النهارده عيد مريمينا، ولا النهارده نهضة العذراء، ولا تعالوا احضروا معايا قداس في الدير؟ الجو ده الاب والام مش ملاحقين ومش في دماغهم من كتر الزحمه. هيفوقوا لما يبقوا تيتا وجدو، بس وهم لسه بابا وماما مسروقين يا عيني. طب وتيتا وجدو اتمنى يفكروا في الاتجاه ده ناحيه احفادهم، ولكن البعض بيفكر بدماغ المخدوم والبعض بيفكر بدماغ الخادم. مخدوم يصعب عليه نفسه
وعيالي ما بيسألوش واحفادي ما بيجيبوش وانا اتظلمت في عيشتي، وفي جه الاوان ان انا شبعت ويلا بقى اعمل لقمتين للعيال واسأل في الاحفاد يحسن اهاليهم ابوهم وامهم مش ملاحقين عليهم. في دماغ كده وفي دماغ كده. المجال الثالث، اللي ذكرت فيه العذراء برضو ذكرت كخادمة. فين ده؟ في بيت اليصابات. هو حد قالك تروح الاليصابات اصلا؟ عارفين لما ايه، لما خادم مثلا يسمع ان في واحد من ولاده عنده ظرف ولا حاجة، ف يوجعه ضميره كده، يقول ده ابني برضه لازم اعمل وبتاع، يقوم ماسك الموبايل ويتكلم. فلما يتكلم الناحية التانية ما يردش، جت منه الحمد لله، عملت اللي عليا. هيجي يفتح الموبايل هيلاقي رنة، فهيعرف ان انا برضو كان بود اسأل يعني. لا مش كان بود اسأل. الست العذراء عشان تروح لأليصابات، أليصابات ساكنة في اليهودية، عشان زكريا ده كاهن يعني ساكن عند اورشليم تحت في الجليل. طب والست العذراء فين؟ في الناصرة في الجليل. المشي ده قد ايه؟ عارفين الست العذراء بنت بطولها كده عندها 16 سنة عشان تروح من الجليل لغاية اورشليم، يعني منين لفين؟ يعني مفيش عربية، كأن واحد راكب او كأن واحد بيمشي من القاهرة راح اسيوط ماشي عشان تروح تخدمها وهي حامل. الست العذراء نفسها، وحامل في مين؟ في اله هذا الكون. طب وحد طلب منك؟ لا محدش. طب وبعدين؟ بس هي اكيد محتاجة حد برضه. وبعدين انا اصلا كنت خدامة في الهيكل، بخدم ابونا على مرات ابونا، فلما تتعب مرات ابونا يصح اروح اقف معاها برضه، ده شغلي، ده واجب. واجب. ده الكلام ده كان بتاع زمان. تقول لا بتاع زمان ايه وانا هنسى ما كنت فين؟ انا كنت قاعد وسط، اخطيت ما تزعلوش، كنت قاعدة وسط القاذورات بلمها يعني. انا كنت عند رجلين ابونا ومرات ابونا. لدرجة ان هي لما راحت لأليصابات ولا مع الملاك قالت الرافع الايه؟ البائس من المزبلة ليجلسوا مع رؤساء شعبه. الله نظر الى اتضاع امته. عارفين اتضاع مش معناها ان هي بتقول انا انسانة متواضعة الحمد لله ربنا خد باله ان انا متواضعة. لا مش قصدها متواضعة، اخطيت في التعبير ما تزعلوش، وضيعة. نظرة الى اتضاع امته، مش متاخده من التواضع، هي متاخده من الوضاعة، يعني انا قليلة قوي. بس ممكن حد يقول الست العذراء بتمدح نفسها ولا ايه؟ نظرة الى اتضاع امته. هو في حد يقول عن نفسه انا متواضع؟ لا بتقولش انا متواضع، بتقول انا قليلة. انا شوفوا الكلمة عمال اقول انا اسف اني بقولها، اسف اني بقولها، من كتر الواحد مش مستجري يقولها. هي قالتها بمنتهى التلقائية. اتضاع امته وضاعت امته. انا فين؟ انا ده انا تحت قوي ان ده يحصل يعني. هل يا ترى انا ممكن افكر في احتياجات غيري يا دوبك عشان سمعت الخبر؟ بس سمعت ان في حد تعبان، جالي معلومة، ومش هرفع سماعة التليفون ورقني رنة، ده انا وراه واطلع من القاهرة لأسيوط. لا زيادة زيادة. بس هي دي عقلية انا ناوي ابقى خادمة. ما انا كل ما بعمل كده بحس بطبطبة اكتر من ربنا، عمال يقول لي برافو، وانا بحب قوي برافو دي منه، احلى من الشهد لما بشوفها في عينيه. علشان كده واحد زي القديس إيسوزوروس، كنت بقرا له قول. القديس إيسوزوروس ده المعلم بتاع الأنبا موسى الأسود، يقول العالم يهرب من الاحتمال، أما نحن فنبحث عن التعب ونفتش عنه ويكون للنفس لذة. يعني الواحد لما يتعب تعب من أجل ربنا يصبح بالنسبة له حاجة جميلة أوي، ربنا والسماء عمالة تفرح من فوق، يصبح للنفس لذة. قديس إيسوزوروس عشان كده علم ابنه الأنبا موسى الأسود التعب المستمر. خلينا نفكر بالدماغ زي الست العذراء، الدماغ اللي بتقول ماذا يحتاج الناس. النهاردة كنت بصلي الصبح قداس مع أحد أباء الكنيسة، فأنا شوية مش قصير يعني، وأبونا اللي بيصلي معايا
يعني قصير حبتين. عمل حاجة يعني صغيرة قوي بس فرقت معاه جدا. وهو بيصلي فالميكروفون اللي بيصلي بيه بيبقى على مستواه هو، انا اطول شوية، فمجرد ما خلص راح مشاور للشماس كده، راح عامل له كده. لما نعمل كده معناه ان هو يجيب كتابين 3 فوق بعض كده، فراح جايب كتابين 3 وراح حاطط عليهم المايك وراح منزله لنفسه عشان انا لما اجي تبقى على مستوايا يعني. ليه يعني؟ ايه اللي خلاه يفكر طب ما انا ممكن لما اجي اعمل كده يعني ليه دماغه راحت لي ان انا اطول فهحتاج ان حاجه ترفع، فمش هستنى لما انا اجي هو يعملها عشان ما اتكسفش. في دماغ قاعده وسطينا بتفكر ماذا يحتاجه من حولي، وفي دماغ بتفكر هم هيحسوا مني بيا امتى بقى فاض بيا. دايما دماغ تفكيره بتفكر بالطريقه دي، والتاني دماغه زي الست العذراء. عشان كده السيد المسيح قالها وقال ايه؟ ما جاء ابن الانسان ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ربنا يسوع المسيح جه علشان يخدم مش يتخدم. رقم 4 هما خلاص 5. رقم 4 المجال الرابع اللي ذكرت فيه الست العذراء وكانت بتخدم فيه برضه هو رابع مرة. امتى ذكرت رابع مرة؟ عرس قانا الجليل. عرس قانا الجليل اتعزمت على حفلة. هل حد قال لها عايزين معجزة؟ الخمر خلص، الناس هتزعل، ولا حد هو اصلا محدش شايفها. ده مش بس محدش شايفها، هقول لكم حتة استزعلوش منها. هي الست العذراء في نظر الناس اليهود ساعتها كانت ايه؟ للأسف الشديد انا قريت التلمود اليهودي، فالتلمود ده بيحكي قصص اللي حصلت عند اليهود، فمن ضمنها في القرن الاول جايبين سيرة ان كان في واحدة اسمها كذا وكانت جابت واحد اسمه كذا واحنا صلبناه علشان كان بيقول عن نفسه انه ربنا. بيلقبوا الست العذراء بلقب وحش. ليه؟ لان احنا شفنا لها عيل بس ما شفنا لهاش زوج. طب وبعدين؟ ولا يهمها عادي يعني. ده الواحد ما يستحملش يتقال عليه انه قصر في الخدمة مثلا، انه جه متأخر، يقول لا بقى شكلي وحش قوي هوريهم وش ازاي تاني. الست العذراء عايشة في مجتمع نظرته ليه صعبة قوي. طب وبتعمل ايه؟ لا الست العذراء بتشوف هما محتاجين ايه، مش عايزاهم يتنكدوا، ما قالتش احسن خليهم يحسوا بالمرارة شوية الفرح باظ. معقولة الست العذراء دي امنا لغاية النهاردة، امنا كلنا. دي تبص لهم ان هو يا عيني يا ربي هعملوا ايه دلوقتي؟ ومش مثلا ما عندهمش اكل، لا ده ما عندهمش رفاهية. ما هو الحاجات اللي العصير ده ولا البتاع ده رفاهية يعني، فمش مثلا هيموتوا من الجوع، لا دول ما عندهمش الشربات. فبسرعة ترجع على السيد المسيح وانجاز التعبير تقول له معلش غير الخطة، انت ما كانش وقتك دلوقتي تعمل معجزات، بس عشان خاطري الناس دي ما تتضايقش، تروحش متضايقة. تخيل لما الست العذراء بتفكر فيك انت دلوقتي كده. ودي رقم 5 والاخيرة يعني اختم بيها. الست العذراء بقى على مستوى متياس لما اخرجته، ولا على مستوى تحت الصليب وهي بتقدم ابنها، ولا على مستوى كنيستكم دي اللي تشهد عند العمود ده لما ظهرت. دي بقى الست العذراء اللي بتخدم مين؟ دي بتخدم العالم كله. طب ومين يعني؟ المسيحيين اللي قبطوا الارثوذكس هم دول عزاز عليها على فكرة قوي. اقول لك بأمارة ايه؟ لو فتحت الجوجل ده وكتبت عليه كده سانت ماري اباريشن، يعني ظهورات السيدة العذراء، هيطلع لك كده ان الست العذراء بالانجليزي يعني ظهرت للناس كتير وفي مختلف انحاء العالم ومن مختلف ديانات العالم ومعتقدات العالم، لكن ظهرت لهم بشكل فردي. اما الكنيسة الوحيدة التي ظهرت عليها السيدة العذراء
فهي الكوبتك أرثوذكس تشيرش إن كايرو. اقراها كده وافرح، انت ليك معزة خاصة. بس اللي عايز اقوله لك اكتر ان الست العذراء اللي عاشت بتخدم على طول مكملة تخدم برضه وهي في السماء، حتى لو حد قال عليها كلام وحش، وحتى لو قال عليها مفيش شفاعة. مفيش شفاعة؟ امال اللي حصل في عرس قانا الجليل ده ايه؟ انا طول اكلمها عشان اقول مفيش شفاعة. طب ولو قال كده حد وماله، تظهر له برضه وتطبطب عليه، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي. ده لغاية ما نفسنا يطلع هي بتخدم علينا برضه حبايبي. قد كده عايشة بالاتيتيود ده، او اقصد المنهج ده. ست العذراء عاشت بتخدم لغاية ما راحت السماء، ومنهجها هو الخدمة. ولادها عايشين بنفس المنهج. انا مرة كنت في الفيوم، فقالوا لي في لوحة كده صورة محطوطة في المزار بتاع الأنبا برام. لو حد منكم راح بعد كده هتلاقي في جوه الصورة دي في مرسوم كده ظابط، ووراه جسد الأنبا برام، وقدامه الأنبا برام نفسه. فقلت لهم ايه الصورة دي؟ حد كان بيشرح، فقال دي معجزة حصلت هنا على ايدينا. فقالوا لنا، قلنا له ايه؟ فقال كان في واحد في الجيش جه للأنبا برام، كان الأنبا برام لسه عايش، فقال للأنبا برام صلي لي علشان الجيش، عشان البتاع مش عارف ايه فراح الجيش، وكان في ساعتها يظهر حروب في مصر ولا انا فاهم يعني. رجع بعد كده بالسلامة، كان الأنبا برام متنيح ومحطوط بقى في أنبوبة جوه المزار القديم. فالراجل الحارس اللي بره، الولد ده معدي، فبيقول له انا عايز ادخل الأنبا برام. فقال له ادخل. يعني هو فاكر الحارس، فاكر انه بيقول ايه؟ اخد بركة من الجسد، ما كل الناس بتدخل يعني. قال له ما تدخل. فالراجل استغرب يعني بسهولة كده يعني، فراح داخل. فدخل لقى الأنبا برام قاعد على الكرسي. قال له ايه يا حبيبي، خلصت الجيش بالسلام؟ وقال له زي الفل يا أنبا برام، الحمد لله، وبصلواتك ده حصل كذا وربنا عداني، وحب صلواتك، وانا جايب حاجة بسيطة كده، قرشين تديهم للغلابة، يعني عايز اشكر ربنا بس على اللي عمله معايا. قال له طب يا حبيبي، الحارس اللي قاعد بره ده عنده عيلين وعايز يدخلهم المدارس، روح اديله قول له الأنبا برام بعتهولك. فقال له حاضر. راح طالع من عند الأنبا برام، بيقول للحارس أنبا برام جوه قال لي انك عندك عيلين، وخد القرشين دول عشان مدارسهم. الحارس قال له أنبا برام مين؟ قال له أنبا برام الأسقف. قال له قصدك الأنبا برام الأسقف المتنيح؟ قال له متنيح ده ايه؟ قال له جوه دي، ده جسد الأنبا برام اللي جوه. قال له انا دخلت لقيت الأنبا برام قاعد جوه، تعالى معايا. ودخلوا طبعا ولا ايه، ولا لقوا الجسد، لقوا الأنبوبة. فرسموها وحطينها أيقونة عند المزار هناك لما تشوفوها. فالأنبا برام من ولاد العذراء برضه، كان طول حياته عمال بيدي. لما طلع السما كمل ايه؟ كمل يدي برضه ويختم. فالست العذراء ده منهجها احبائي، ويا بختنا ان ده يا بختنا ان احنا عندنا ام بالجمال ده، ونقول لها اشفعي فينا باستمرار، شوفي ضعفنا، غطي علينا، استري علينا، معلش ما انت كنت في الجسد زينا برضه، وعارفه ان في حروب في الجسد وحاجات. صحيح انت تعقدي يعني، بس انت برضه دريتي بينا، شفتي على الاقل نماذج حواليكي ناس غلابه زينا. اشفعي فينا يا ممتلئة نعمة لدى مخلصنا، ليغفر لنا خطايانا، لإلهنا المجد الدائم للأبد.